السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الجبار بتكات واسرار الجزار. بشويه لحمه موجوده عندك في الفريزر هنعمل احلى واطعم والذ حواوشي ممكن تاكليه. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض. عندي نص كيلو لحمه مفرومه جايباه من عند الجزار، وزي ما انتم شايفين اللحمه حمرا وجميله، لكن عشان هعمل حواوشي لازم ازود شوية نسبة الدهن اللي موجود في اللحمة. فانا كان عندي دهنة في الفريزر طلعتها، وزي ما هي متلجة بالمبشرة هاخد منها شوية، مش هحط كل الدهنة دي طبعا. وكمان لقيت ليا بتدي طعم رهيب للحواوشي، برضو خدت منها حتة وبشرتها بالمبشرة، بتتبشر بمنتهى السهولة، فما تقلقيش خالص. تاخدي الكمية اللي انت عايزاها وبتحطيها، بس ناخد بالنا من اللحمة بتاعة الحواوشي، نسبة الدهن لازم تكون عالية شوية. بقلب كله مع بعضه وبدخل الدهن في كل اللحمة اللي موجودة عندي. بصوا حتى بعد كده هتلاقوا لونها اتغير شوية، بدأت تفتح. بصوا هنا بعد ما حطيت الدهن، بصوا على لون اللحمة اتغير شوية وافتح. عندي البصل وعندي الفلفل، الفلفل طبعا فلفل رومي والفلفل الحراق. خدي بالك بقى معايا من البهارات. بصي كده معايا يا ست الكل، عندك بهارات لحمة، وعندك فلفل اسود، وعندك شوية جنزبيل، وعندك كزبرة ناشفة، وبهارات حواوشي انا شارياها من السوبر ماركت. بصوا الكيس بتاعها هوريهولكوا، ممكن تشتري اي ماركة انت تحبيها. وطبعا نحط شوية صغيرة قد ربع معلقة كده من القرفة عشان تضيع لي اي زفارة للحمة، وابقى متأكدة ان اللحمة بتاعتي مية مية. وعندي الملح وبصل البودر والثوم البودر والبابريكا، هي دي التوابل اللي انا استخدمتها. زي الفل زي الفل وتمام. الخضار بتاعي الجميل هبدأ ان انا اقطعه في الكبة، وخدي بالك وانتي بتقطعي البصل في الكبة يا دوب ضربة والتانية ويبقى تمام. انا مش عايزاه ناعم قوي ومش عايزاه ينزل ميته، انا عايزاه يبقى خشن شوية، وهوريكم دلوقتي ازاي. بصوا كده انا ايه، ضربت البصل وفي نفس الوقت ما نزلش المية بتاعته. نفس الكلام هعمله في الفلفل، يا دوب ضربتين وتمام التمام. بصوا ما كترش في الضرب، لان انا كل ما هضرب الخضار كل ما هينزل ميه، وده هيخلي رغيف الحواوشي بتاعي ايه، مبلول، ممكن ايه يبوظه. ضربتين ويلا يا رنوشة كفايه، افتحي وورينا. بصوا يا دوب قطعتهم بس. كده المكونات بتاعتي جاهزه. البصل بعد ما فرمناه هو والفلفل، وادي البهارات بتاعتي اللي احنا قلنا عليها، وادي الفلفل الحراق انا فرمته لوحده، وادي اللحمه طبعا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، انا هنا الفلفل الحراق ده انا كنت فاكراه مش حراق قوي بصراحه، انا كنت هحط بتاع 3 اقران فلفل حراق، بس لما دقته لقيته حراق جدا، فانا هاخد بس نص الكميه بتاعه الفلفل الحراق اللي انا عاملاه. لو عايزه تزودي ممكن تزودي على حسب الرغبه. هزود البصل وهزود كمان الفلفل، وهحط الفلفل الحراق زي ما اتفقنا، زي ما انت عايزه زودي بقى. وهحط البهارات بتاعتي كلها، الملح والبصل البودر والثوم بودر والبابريكا وكله مع بعض. ويلا يا ست الكل هنسيب المعلقة الخشب دي، ويلا بإيدينا الجميلة قلبي كل المكونات دي مع بعض عشان نعمل عجينة متجانسة وكله متطعم من بعضه. قلبي كويس وتأكدي ان كله اتعجن في بعضه. بصوا شكل العجينة، كل المكونات دخلت في بعض، وريحتها عايزة اقول لكم في منتهى الجمال من قبل حتى ما تستوي، جميلة جدا. هسيبها بقى تستريح شوية، وفي نفس الوقت ده انا هبدأ اشتغل في العيش بتاعي اللي انا هحشي فيه. ده العيش بتاعي انا بشتريه من الفرن، وخدوا بالكم لازم يكون شوية شكله ني، لانه لسه هيكمل سوا بتاعه في الطاسة. بالمقص كده وبشيل الجزء اللي فوق، وبفتح فتحة صغيرة يا دوب تدخل ايدي بالحشوة اللي في حشوة اللحمة اللي هتبقى معايا. اتأكد ان هي تدخل ايدي كده
واحشي ادخل الحشوة مظبوط. طب ودي يا رنوشة هنرميها؟ لا طبعا احنا مش بنرمي نعمة ربنا. هقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا الفتحة تدخل ايدي واعرف ادخل الحشو كمان مظبوطة اهي كده تمام وزي الفل. هعمل كل الكمية كده بنفس الطريقة زي ما فكرتكم ان ده مش هيترمي. هقول لكم هنعمل فيه ايه. ده احنا هناخد سواد كتير جدا. همسك بقى العيش بتاعي وابدأ احط فيه اللحمة بايدي بقى كده. هدخل اللحمة في كل حتة في الرغيف واسويها كده وزي ما انت عايزة. عايزة الحشوة تبقى كتير، عايزة الحشوة تبقى خفيفة شوية، زي ما انت عاوزة. بس ما تكتريش لحمة قوي في الرغيف عشان نضمن ان هي مستوية تستوي وتبقى زي الفل. بالظبط كده. كده احنا تمام جدا. ممكن كمان تحطي الجبنة. انا عندي هنا ميكس جبنة. ميكس الجبن ده فيه جبنة موتزاريلا وجبنة رومي وجبنة شيدر. انا بقيت افتح الرغيف واحط شوية كده فيه. كان طعمه رهيب في منتهى الجمال. بجد بجد مش هتندمي لما تحطيه. جربي وقوليلي في الكومنت طعمه عجبك ولا لا. هنا هحط كمان في التاني. احنا عملنا شوية سادة وشوية بالجبن. بالظبط كده. عظمة عظمة عظمة. ويلا بسرعة اجري على الطاسة بتاعتي. احنا اتفقنا هنعمل الحواوشي بتاع الجبار ده على الطاسة. في الطاسة على النار احط شوية زيت واستنى اما الزيت يسخن واحط الحواوشي بتاعي. وهاخد من الزيت اللي نزل وهدهن بيه كمان وش العيش اللي نزل من الحواوشي ده. خدوا بالكم الدهن اللي انا حطيته في اللحمة بدأ يسيح وينزل بقى طعم جميل. الحواوشي هيتطعم بيه هيبقى في منتهى الجمال. خدوا بالكم ان انا ما اقلبش الحواوشي على طول. لازم اتأكد شوية ان هو استوى من تحت ومسك نفسه عشان اقلب وانا مطمنة والعيش ما يتقطعش منه. زي الفل. نرجع تاني لده. انا بغطيه عشان اضمن ان هو يستوي، لكن انت ممكن ما تغطيهوش وتسيبيه. بالظبط كده. بصوا اللون. ما تستعجليش وبالراحة واحدة واحدة. بصوا اللون بقى جميل ازاي. في منتهى الجمال. وما بتكمليش نص ساعة بتكوني مخلصة كل الاكل وجاهزة. الحواوشي كده تمام. بصوا اللون كده بقى زي الفل. عايزة اقول لكم من ناحيتين بقى زي الفل وتمام. بس كده تسلم ايدك يا رنوشة. يلا نبص على التاني كده نشوفه. هحط واحد هنا لان دي هتبقى فاضية. نغطي ويلا نبص على التاني. تمام زي الفل. هنديله تقليبة وهنسيبه يكمل. لسه شوية اللون فاتح. انا عايزة لون اغمق من كده شوية. هنرجع له تاني. بصوا بقى اللون بقى رهيب ازاي. حاجة في منتهى الجمال. لو عايزة الحواوشي بتاعك يبقى ناشف شوية تحاولي في نص التسوية كده تشيلي الغطا. بصوا اللي بالجبنة. واو رهيب. وطعمه مش عايزة اقول لكم بجد بجد في منتهى الجمال. جميل جدا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض سلطة الطحينة مع الحواوشي. ده احلى اكلة تتعمل معاه. هو شوية مخلل وسلطة الطحينة. سلطة الطحينة جبنة طحينة وبدأنا نزود مية شوية بشوية لحد ما قوامها هيبقى شوية مش متماسك قوي ولا سايلة قوي. بصوا هتشوفوا القوام دلوقتي. هنقعد نقلب لحد ما نوصل لايه. بصوا اهي. خدي بالك ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة علشان ما تخفش قوي منك. واحدة واحدة وبالراحة وعلى مهلك. طبعا ما فيش اسهل من سلطة الطحينة. كله بيعرف يعملها. بصوا. بصوا القوام بقى كده زي الفل. هنزل بشوية الملح والكمون والشطة وكمان معلقتين الخل
وهقلب كل الجمال ده مع بعضه لحد ما يتجانسوا والملح يدوب، واتأكد ان خلاص كله بقى تمام. هدوق الملح كده وشوفوا كده بقى مظبوط ولا ايه. بصوا بقلب كله عشان اتأكد ان كله داب وخلاص بقى زي الفل. بصوا بدوقه زي الفل تمام. وادي الطحينة، وحطينا الحواوشي الجميل بتاعنا على سفرتنا. بصوا عمل شكل السفرة بقى ازاي. شوية لحمة مفرومة، وفي نص ساعة كنا مالين السفرة بتاعتنا بألذ وأطعم حواوشي ممكن تاكليه، وأحسن من بتاع بره كمان، اللي بنبقى مش عارفين هو حاطط لحمة ايه ولا عامله ازاي. بصوا الجمال بجد مش هتندموا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تدوسوا لايك، واي كومنت انا مستنية منكم تعليقات. استناكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.